حقيقة ما يقع في غزة يثير الكثير من المخاوف. هناك عملية إبادة يعني، والمؤسف أن هذه الإبادة تتم في غياب يعني المنتظم الدولي. ليس هناك يعني إجراءات ردعية لوقف عملية الإبادة، إبادة شعب. العمليات العسكرية شيء وشعب شيء آخر، والمدنيين، وينبغي الحفاظ على حياة المدنيين وشعب، ويخشى أن تتحول إلى نكبة ثانية بمعنى إجبار الفلسطينيين في غزة على يعني مغادرة والرحيل من غزة. هناك خطورة كبيرة جدا. ينبغي أن نقول بأنه بغض النظر عن الوشائج الدينية والتاريخية، القضية الفلسطينية قضية إنسانية. هناك شعب يعني يعيش تحت الاحتلال ومحروم من حقه في تقرير مصيره، ومحروم يعني من تطبيق يعني في نهاية المطاف اللوائح الدولية. هناك إطار قانوني يعني قرار 242 337 ثم الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي، ومنها طبعا يعني اتفاقية أوسلو، والإطار العربي، المبادرة العربية. أي ليس هناك مخرج للقضية إلا في إطار دولتين. فإذا القانون الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا أظن بأنه المغرب يعني الرسمي، أنا لا أتحدث عن الجانب الشعبي، أن يكون يعني ضد أو خارج الإطار القانوني. المغرب قال دائما بحل الدولتين ويعني بدفاع عن الشعب الفلسطيني. ربما أذكر يعني طرفة بالنسبة للأجيال الحالية الجديدة التي لم تعيش سياق السبعينات والثمانينات. في 86 كان المرحوم الحسن الثاني استقبل شمعون بارز، قامت ضجة، وحينها لم يكن حقيقة من الوارد يعني ربط أو فتح جسور مع الإسرائيليين. الحسن الثاني رحمه الله فتح هذا الجسر إلى آخره، وقامت القيامة في العالم العربي وأحرق العالم العربي المغربي إلى آخره. فالحسن الثاني يعني قدم ندوة صحفية في 86 في إفران، أذكر في خريف 86، وسأل المرحوم علي عتا، مرحوم علي عتا الذي كان زعيما لحزب التقدم والاشتراكية ومدير لجريدة البيان، فكان طرح سؤال بصفته صحفيا وقال، يعني أذكر السؤال أو مؤدى السؤال: جلالة الملك، إذا قامت هناك حرب ما بين العرب وإسرائيل في أي معسكر سيصطف المغرب؟ فأجابه الحسن الثاني: أشكرك على السؤال ولكن تعرف الجواب. لا يمكن للمغرب إلا أن يصطف مع الشرعية ومع والحق وتقرير الشعب المصير. تطور لا أدري دبلوماسيا، ولكن هناك وضع عام في العالم العربي يعني حقيقة يفرمل ما سمي بالتطبيع، ويعني يجعل إمكانية علاقة طبيعية بين إسرائيل والعالم العربي أكثر بعدا من أي وقت مضى. يعني الآن هناك وضع جديد يعني في سياق المستجدات التي تعرفها المنطقة. المنظومة الرأسمالية كما تعرفون وفقا للآباء المؤسسين للليبرالية الاقتصادية، سواء آدم سميث أو جون بابتيست سي أو مانديفيل، تقوم على الحرية وعلى حرية المبادرة. وعادة ما يستدل بمثال يقدمه الفيلسوف الإنجليزي مانديفيل، الذي يقول بأن المنظومة الرأسمالية أو نظام السوق يقوم على الأنانية. من الناحية النفسية، أس المنظومة الرأسمالية تقوم على الأنانية، وأن هذه الأنانية إن كان ينظر إليها أخلاقيا كشيء سلبي فإنها شيء إيجابي وفق منظومة السوق. فالمصلحة العامة بالنسبة للفيلسوف الإنجليزي مانديفيل هي مجموع المصالح الشخصية. ويعطي
مثال النحل، فكل خلية من النحل تبحث عن مصلحتها وتشتغل لفائدتها، ولكن من خلال هذا العمل الأناني يتشكل شيء إيجابي وهو النحل. السؤال: هل يمكن لهذه الأنانية أن تتعايش مع الفضيلة التي تتضمنها فلسفة الأنوار؟ ثبت تاريخيا أن هذا التعايش كان يتم في نهاية المطاف لصالح الأنانية، أن منظومة السوق تتغلب على القيم أو قيم فلسفة الأنوار. وبتعبير آخر، هناك خطيئة أصلية داخل المنظومة الرأسمالية. المنظومة الرأسمالية أو هذه الأنانية تفضي إن آجلا أم عاجلا إلى الاستغلال، ولا حاجة للتذكير بكل أدبيات الماركسية وما قدمته وما قدمه كارل ماركس نفسه من دراسة نقدية للمنظومة الرأسمالية التي أفضت إلى شيء رهيب في تاريخ البشرية، وهو الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى هي نتاج للأنانية التي أفرزتها المنظومة الرأسمالية. الحرب العالمية الأولى شيء مفصلي في تاريخ الغرب. لقد استفاق الغرب على كابوس. كيف يمكن، على اعتبار أن كل فلسفة الغرب تقوم على فكرة مؤداها أن التقدم يسير دوما نحو الأحسن، وأن العلم لا يمكنه أن يكبو، وأن العلم هو لفائدة البشر. لكن الحرب العالمية أسفرت شيئا آخر، أن البشرية تمشي حتف أنفسها وتمشي نحو هلاكها. الحرب العالمية الأولى شيء غير مسبوق في تاريخ البشرية. 25 مليون من القتلى في خلال 4 سنوات. وقد أعطيت إحصاء، أنا الذي لا أحب الإحصائيات لأنه الإحصائيات لا تفيد كثيرا، ولكن أعطيت رقما أعتقد بأنه معبر، وهو أن الحروب الأوروبية منذ نابليون حتى 1914 لم يتجاوز عدد قتلاها، بما فيها حروب نابليون، بما فيها الحرب البروسية الفرنسية لسنة 1870، لا يتجاوز 200,000. فقارنوا بين 200,000 خلال قرن و25 خلال 4 سنوات، نتيجة التكالب على الموارد، نتيجة السعي في توسيع مناطق النفوذ، نتيجة الآلة الرهيبة للرأسمالية. هذه المرحلة أو ما بعد الحرب العالمية الأولى حبلى بالمنظومات الفكرية التي سعت أن تقدم بديلا. وقد وقفت على المدرستين الشهيرتين اللتين أرادتا أن تقدم بديلا عن المنظومة الرأسمالية. المدرسة الأولى وهي الشيوعية، والتي حاولت أن تقيم بناء فكريا يستوحي البناء الكنسي. الدارس للماركسية أو للشيوعية على الأصح يرى أنها استوحت
المرجعية الكنسية على أساس أن هناك خلاص، والخلاص هنا هو التاريخ، على أساس أن هناك كهنوت وهما مندوب الشعب les commissaires du peuple. قامت كذلك على تراتبية، وهو ما يعرف في الأدبيات الماركسية بالسنتراليسم ديموكراتيك، وهو ما أدى بفيلسوف فرنسي أو كاتب فرنسي برنانوس أدى به إلى القول بأن الشيوعية هي فكرة مسيحية، ولكن فكرة أصابها الجنون. C'est une idée chrétienne mais devenue folle. والأساسي هنا هو القول بأن الشيوعية أرادت أن تبني بناء جديدا على أنقاض المنظومة الرأسمالية، ولا حاجة للتذكير بعيوب الشيوعية وبالمظالم التي انتهت إليها. في سجل آخر قامت النازية، والنازية ليست كما يروج لها فكرة عنصرية فقط، من دون شك أنها ارتكزت على سمو العنصر الآري، ولكن هذا السمو إن هو إلا جزء من بناء فلسفي. النازية تريد أن تقيم بناء خارج القوالب الكنسية، خارج التراث اليهودي المسيحي، لأن النازية تعتبر بأنه في نهاية المطاف الشيوعية هي صورة من صور المسيحية. حاولت أن تقيم بناء فلسفيا جديدا يستوحي ضمن ما يستوحي أفكار نيتشه، ويقوم طبعا على سمو عنصر أو العنصر الآري، ولكن تميز العنصر الآري هو جزء من نظرة ومن بناء فلسفي وسياسي. في ذات الوقت قامت هناك مدرسة فكرية، وهي ما يسمى بالمسيحية الجديدة. كان لها أقطاب يمثلهم الكاتب شارل بيغي في فرنسا، والشاعر كلوديل بول كلوديل، والكاتب برنانوس. هؤلاء حاولوا أن يربطوا أوروبا على الأقل مع تراثها المسيحي، على اعتبار أن ما قد يضمن الاستمرارية لأوروبا هو بعدها المسيحي، وأن أوروبا وبالأخص في كتابة برنانوس لا يمكن أن تستقيم بدون البعد المسيحي. ولدينا كذلك كتابات متميزة لشارل بيغي الذي قضى أثناء الحرب العالمية الأولى، وأدى كما يقال باللغة الفرنسية ضريبة الدم، le tribut du sang، وله كتابات متميزة عن أحد عيوب المنظومة الرأسمالية، وهي عبادتها للمال وتقديسها للمال. ويقول شارل بيغي بأنه لا عيب في المال إن كان وسيلة، ولكن العيب كل العيب هو حينما يصبح المال غاية، وآنذاك تنتفي كل القيم، تنتفي قيم التضامن التي لا يمكن أن يقوم مجتمع بدونها، تنتفي قيم التميز، وإذ ذاك تفقد التربية التي هي بالأساس يعني un marqueur، هي أداة من أجل ضبط القيم، تفقد غايتها. ويعتبر بأن خطورة الرأسمالية هي أنها تسعى دوما إلى أن تجعل المال غاية عوض أن يصبح وسيلة. طبعا هذا التعريج هو للتذكير وللقول بأن داء العطب قديم كما يقال،
استطاع الغرب من خلال ميكانيزمات ضبط جنوح رأسمال أن يحد من غلواء الرأسمال عن طريق تدخل الدولة وعن طريق مساعدات الفئات الضعيفة وعن طريق ما يمكن أن نسميه بتمييز مجالين: المجال الزمني والمجال الروحي، على أساس أنه فيما يسمى الرأسمالية الصناعية كان هناك مجال زمني تقتسمه الدولة والقطاع الخاص، ولكن هناك مجال روحي تقوم به الفعاليات الأخرى وتضطلع به، سواء كانت أحزاب سياسية أو نقابات أو مجتمع مدني أو كنيسة أو فاعلين ثقافيين. كان هناك تمييز بين هذين المجالين. بعد الطفرة التي عرفها الرأسمال إثر سقوط حائط برلين وظهور ما سمي بالرأسمالية المالية تغير كل شيء. تغير كل شيء على أساس أن أدواء المنظومة الرأسمالية بقيت هي، ولكن ظهرت عيوب أخرى. وقد سعيت في الكتاب إلى أن أميز بين الرأسمالية الصناعية التي برزت في غضون أو عقب أو في بداية القرن واستمرت حتى تقريبا حتى الثمانينيات، والرأسمالية المالية التي طغت بالأخص يعني في الآونة الأخيرة وبعد سقوط حائط برلين. الرأسمالية الصناعية تقوم على إنتاج الثروة، on crée des richesses. أما الرأسمالية المالية فتقوم على ترويج الوهم وعلى فقاقيع يتم تضخيمها إلى أن تنفجر تلك الفقاقيع. العيب الأكبر للرأسمالية المالية هي أنها لا تنتج الثروة، ولكن تتلاعب من خلال تحكمها في دواليب أو في مسالك الأبناك، وتخلق ثروة صورية فاكتس. ومن مميزات هذه الرأسمالية المالية هي أنها على خلاف الرأسمالية الصناعية هي أنها تتحكم في السلطتين الزمنية والروحية، تتحكم في كل شيء، تتحكم في الثروة، تتحكم في الوجدان، تتحكم في الثروة وتتحكم في الصورة. الإعلام تابع لأصحاب رؤوس الأموال، لا مجال لما كان يسمى آنذاك les corps intermédiaires، الأحزاب أو النقابات. ومن دون شك نأسى لضعف الأحزاب عندنا، ولكن نذهل على أن هذا المنحى منحى عالمي بالأساس لا يخص المغرب. هناك ضعف وضمور لكل هذه الهيئات الوسيطة التي قامت في أوروبا وفي غير أوروبا بما يمكن أن نسميه اصطلاحا بالوظيفة الروحية. ومن الأمور الأساسية كذلك هو أن حتى وظيفة الأدب توارت واختفت. لم يعد الأدب ولا الفكر وسيلة لتغيير واقع معين، ولكن أصبح أداة للتسلية، وهذا من جراء تحكم الرأسمالية المالية في كل أوجه الحياة. ويمكن أن أحيلكم على أي مجتمع لكي تروا بأنني لا ألقي القول على عوانه، ولتدركوا حقا بأن المنظومة الرأسمالية المالية بسطت كل يدها ونفوذها على كل
على كل السلط إن كانت زمنية أو كانت روحية. لقد رصدت في كتابي بعضا من جنوح الفكر الغربي. رصدت كيف أن العقل الذي كان من المفترض أن يكون أداة لاستكناه المجهول وأصبح غاية في ذاته، وأن هذا العقل أدى ويؤدي إلى أن يسلب الإنسان إنسانيته، بل إلى أن يحيله إما إلى حيوان وإما إلى آلة. ورصدت كذلك بعضا من أدواء هذا الغرب من خلال تغيير وظيفة الصورة، كيف أن الصورة التي من المفترض أن تكون وسيلة للتدليل على واقع أصبحت غاية في ذاتها، بل أصبحت الصورة تحجب الحقيقة، إما عن طريق الإعلام أو التلفزيون أو عن طريق وسائل أخرى منها السينما أو كل ما يمكن أن نسميه الأدوات الإيديولوجية، السوبور إيديولوجيك. ووقفت كذلك عند الديمقراطية التي من المفترض أن تمثل الشعب، ومن المفترض أن تتيح للشعب أن يختار ممثليه الذين يعبرون عن همومه وطموحاته. ووقفت على كل أسباب هذا الزيغ من خلال تحكم المال في اختيار ممثلي الشعب في الغرب وفي غير الغرب. وقفت كذلك على البيروقراطيات الحزبية التي تسيء إلى حسن أو يعني تؤثر سلبا على حسن اختيار الممثلين. ثم وقفت كذلك عند التكنوقراط الذي من المفترض أن يكون أداة في منظومة، ولكن تحول إلى فاعل من خلال نظرة تجزئية ومن خلال نظرة متعالية بل متعجرفة، وكانت كلها أمثلة من خلال فصول متضمنة في هذا الكتاب. كنت كتبت هذا الكتاب قبل سنتين، واعتبرت حين كتبته ربما أنني قد أكون مغاليا في التحليل، وتركته جانبا لسنة، ورأيت إن على المستوى المحلي أو الدولي أن الأمور لم تتغير، وأن هناك هيمنة للمنظومة الرأسمالية المالية، هناك غطرسة وهناك صمم، وما يحق على المستوى الدولي ربما يحق كذلك على المستوى المحلي. ولذلك ارتأيت أن أصدر هذا الكتاب، وأعتقد بأنه استطاع أن يرصد أشياء أثبتها الواقع. أثبت الواقع بأن الأزمة التي يعيشها الغرب ليست شيئا طارئا، ولكن هي بنيوية. ظهر بالملموس بأن تمثلات الغرب عندنا تعاني أزمة من خلال انفصالها عن الواقع، ومن خلال فشلها في تدبير بعض من الملفات التي عهد إليها. استطاع هذا الكتاب كذلك أن يرصد الدور الذي قد تضطلع به الطبقات المتوسطة. قلت في الكتاب بأن الطبقات المتوسطة، وبالأخص في الدول النامية المرتبطة بالعولمة، هذه الطبقات المتوسطة التي كانت إلى عهد قريب قريبة من الفئات الحاكمة، وبالنظر إلى أنها لم تستفد من العولمة قد تحول ولاءها إلى الطبقات أو إلى الجماهير الشعبية، وتصبح المعبرة عن مآسيها وطموحاتها. وإذا حصل ذلك فإنه سيفضي
إلى تغييرات اجتماعية بل سياسية عميقة. والراصد لما وقع في تونس يرى بأن هذا السيناريو أو هذا الشيما تحقق سواء في تونس أو في مصر. وطرحت في الكتاب كذلك مسألة السيادة الشعبية، وأنه بدون السيادة الشعبية يعتبر الحديث عن الديمقراطية لغوا من القوم. فالديمقراطية ليست ميكانيزمات ولا وصفات، ولكن تقوم على فلسفة أن السيادة ملك للشعب، وأن هذا الشيء لا يتحقق فقط من خلال هلوسات المثقفين، ولكن من خلال تبصر مثقفين وشجاعة قادة ونضال جماهير. واستشهدت في صدر كتابي ببيت شعري لشاعر إنجليزي إذ يقول: هناك ثورة ما في الأفق، أو ثورة تلوح حتما في الأفق. وحدثت الثورة. لا أزعم بأنني تنبأت، ولكن كنت أشعر بأن ما يعيشه العالم يعني يشي بأن الأزمة عميقة بنيوية، ولا يمكن في الخضم والسياق الذي نعيشه، سياق الربيع العربي، لا نسائل أنفسنا، لأنني أعتقد بأن ما يحدث شيء عميق جدا وربما غير مسبوق، وهو يسائلنا من أجل بناء شيء جديد، تصور جديد للإنسان، تصور جديد لعلاقة الإنسان بالإنسان، وطبعا تصور جديد في علاقتنا. لا يمكن في خضم هذا التحول وهذا الحراك الذي تعرفه المنطقة العربية أن تظل العلاقات العربية على ما هي عليه. إذا كنا نسائل، ومن دون شك أن العلاقة الحاكم والحكام ستتغير حتما جراء هذا الحراك، ولكن لا يمكن بذات الوقت ألا نطرح السؤال عن العلاقة بين الدول العربية. المستقرئ لتاريخ هذه العلاقات يرى بأن هناك توتر غير منطقي، علاقات متوترة بين العراق وسوريا، علاقات متوترة مع درجات متغيرة بين السعودية واليمن، بين مصر والسودان، بين ليبيا في فترة وتونس، بين المغرب والجزائر. لا يمكن في هذا الخضم أن تظل الأمور كما هي عليه بين الدول العربية. وأخيرا في تصوري أن الأمور ستتغير في علاقة الغرب والعالم العربي. أعتقد بأن جزء من أدوائنا في تصوري ناتج بالأساس عن ميراث الغرب، يعني لم نتخلص من وصايته التي تأخذ أشكالا عدة، وقد تتحول إلى نوع من الاحتقار ونوع من الازدراء، ولكن أعتقد بأن هذه العلاقة مرشحة إلى أن تتغير، لا لشيء إلا لأن العالم العربي فرض احترامه، ولا لشيء كذلك إلا لأن الغرب محتاج إلى العالم العربي. نحن مقبلون على تغيير عميق في العلاقات الدولية، واستشهد بما قاله الرئيس الفرنسي في خضم تعليقه على الثورة التونسية والمصرية، حين قال بأننا نشهد تحولا عالميا عميقا، une phase cruciale pour le monde. أختم بالقول بأنه إذا كنا
نشهد عودة الفعل السياسي من خلال حراك يعرفه العالم العربي. فلا يمكن لهذا الغد الذي ننشده أن يتم بدون حراك فكري كذلك. أعتقد بأن للفكر وللرؤية دور أساسي، لا يمكن أن ننغمر في هذا القوس الذي ينفتح بدون رؤية، بدون تصور، بدون فكر، بدون مفكرين. أعتقد بأن الظرف أو الظرفية تستلزم رؤية. فأعتقد بأننا سنشهد عودة الفعل الثقافي ليس كوسيلة للتسلية ولا وسيلة للإلهاء، ولكن كأداة للتغيير والتنوير. أريد في خاتمة هذا العرض أن أتقدم مجددا بالشكر لكل الحضور الكرام، وأعتبر أن هذا اللقاء لا معنى له إن لم يكن هناك حوار. أريد كذلك أن أستمع إليكم، فما قدمته هو جزء مما يعتور ويمور في الأذهان كلنا، ولذلك فإن هذه الحلقة لن تكتمل بدون الاستماع إليكم، وشكرا مجددا. أمر بين يديك، تفضل. شكرا. تحضرني طرفة من نوادر الأدب العربي لشخص كان يحب حبيبته وكان يزورها في ليالي رمضان، فقال بيتا شعريا ذهب مذهب الأمثال: ولو خيرنا لما افترقنا ولكن لا خيار مع الآذان. لا خيار مع الآذان. كان بودي أن أستمع إلى كل التدخلات التي كلها تقتضي بحثا مستفيضا، على اعتبار أنها كلها أسئلة دقيقة ووجيهة. وأستميح عذرا للإخوة الذين لن أستطيع أو لم أستطع أن أجيب عن أسئلته، إنما أريد أن أقول بأن العنوان في نهاية المطاف هو للتدليل على شيء أساسي. هناك أزمة في الغرب. هل وفقت في اختيار العنوان أم لا؟ هذا شيء، لكن الأساس من خلال هذا العنوان هو أن الغرب يعتبر نموذج، وأن كثير من النخب من نخبنا ترى ذاتها في هذا الغرب. الذي حاولت أن أقول ومن خلال استعمالي لمفهوم إجرائي للغرب، وأن هذه المرآة التي يرى بعض من نخبنا ذاته فيها هي منكسرة. وحاولت أن أقدم مادة أعتقد بأنها كانت كافية لإبراز كل مظاهر الخلل في هذا الغرب، من خلال شيء أساسي في تصوري بإيجاز شديد، هو أن الغرب نسي عن الغاية الأساسية من كل تلك القيم التي قام عليها. العقل عوض أن يكون أداة أصبح غاية لغير غاية، وأصبحت لا غيزون إيغيزوني. وأصبح هذا العقل الذي كان من المفترض أن يكون خادما للإنسان أصبح أداة تتهدده في كيانه. وأصرفكم لفصل مستفيض فيما يخص هذا الجنوح، سواء فيما يخص الأبحاث العلمية وفيما يخص كذلك القراءات التي تريد أن تحيل الإنسان إلى حيوان أو آلة. فيما يخص التحرر الجنسي الذي اعتبر في الغرب
أنه ملازم للتحرر العقلي. هذا التحرر أدى إلى فوضى تهدد قيم الغرب ذاته، أصبحت تهدد الأسرة. وحاولت في كتابي أن أظهر بعض مواطن الزيغ والزلل فيما يخص هذا الجنوح. الصورة التي كان من المفترض أن تكون وسيلة أصبحت غاية. واستعملت مصطلح لم أرد فيه الحذلقة، ولكن أعتقد بأنه يؤكد ويصور وضعية الغرب: انعدام الغاية يبرر الوسيلة. في الإسلام هناك شيء أساسي، هو أن لا ينبغي أن نحدد الغاية. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط سويا على صراط مستقيم. وهنا بدون شك أن الذين قرأوا الكتاب فهموا بأن هناك مرجعية، وأن هذه المرجعية عوض أن أسفر عنها تركت القارئ يعني يستخلصها. وقلت في المقدمة وفي الخاتمة هو أن هذا البناء الذي نريد ينبغي أن ينطلق من تشخيص للوضعية، لافونتير، استعملت كلمة لافونتير، الجرد لهذا الغرب. وتحضرني هنا مقولة أو حكمة لجلال الدين الرومي: توجد الكنوز دوما في الأطلال. الغرب في تصوري له أشياء إيجابية لا ينبغي أن نلقي به، ولكن ينبغي أن نقيم نظرة نقدية في دراسة هذا الغرب. وينبغي، وهو الأساس، أن لا نفرط في أهم شيء بالنسبة إلينا، وهو أساس مكوناتنا، وهو روحنا، وهو عقيدتنا. يقول جوت في روايته الشهيرة فوست أنه من يريد أن يقضي على شخص وعلى كيان يضربه من خلال روحه، وإذ ذاك تصبح كل الأطراف سهلة. نحن أصبحنا بدون روح، ولذلك في نهاية المطاف أخفقنا. لم تعد لنا نظرة أو فلسفة عن الغاية من التعليم. مثلا أحيانا نسمع بأن هناك تجارب في أوروبا وفي فرنسا، ونسعى أن نطبقها بدون أن نراعي خصوصياتنا ولا حاجياتنا، وما ينصرف على التعليم ينصرف على أشياء أخرى. وأعتقد ما دمنا نتحدث عن التعليم بأن من الأشياء الأساسية في هذا السياق الذي نعيشه هو أن ننكب عن المسألة التعليمية. قلت في مقال نشر في مجلة زمان التي تصدر باللغة الفرنسية، قلت بأنه لا معنى لما يسمى بالربيع العربي إن لم ننكب على المدرسة. هذا الربيع العربي ينبغي أن ينصرف بالأساس وبالدرجة الأولى على بناء الإنسان من خلال مدرسة. والأستاذة الفاضلة تحدثت عن إشكالية التعليم، وسعيت جهد الإمكان أن أختصر المنظومة التعليمية في ثلاث مكونات. الأول وهو الأخلاق. ليس هناك منظومة تربوية بدون أخلاق أو بدون أخلاقية، يونيتيك، إن أردنا أن نستعمل مصطلحا غربيا. لا يمكن فقط أن نعتبر التعليم هو تعليما لمهارات تقنيات. الشيء الأساسي الذي تقوم عليه المنظومة التربية هو أخلاقية، منظومة أخلاقية. ثانيا ما أسميته باللغة الفرنسية un support identitaire أو ركيزة
للهوية. لا يمكن مثلا في مدارسنا ألا نعلم أبناءنا بأنهم جزء من محيط، أنهم لهم تاريخ معين الذي ليس تاريخ فرنسا وليس تاريخ إسبانيا، وليس أن لهم ثقافة معينة. ولذلك لا يمكن أن ينفصل التعليم عن هذه الركيزة التي هي قوام الهوية. ثم هناك الجانب الآخر هو الذي يسمى في الأدبيات أو في أدبيات وزارة التربية الوطنية بالمهارات، وهو في الفترة أو في المرتبة الثالثة. لكن القاعدة الأساسية هي منظومة أخلاقية وركيزة هوياتية، ثم بعد ذلك مهارات. وإلا في نهاية المطاف سنكون أشخاص ليس لهم أدنى ارتباط بهذا المجتمع. وشاهدنا كيف أنه بعضا من أطبائنا الذين حظوا بما يسمى بالمغادرة الطوعية تحولوا إلى منعشين عقاريين، بل في مهن من القطاع الخاص. يعني شيء مخزي ومخجل أن تصرف الدولة والمجتمع جهدا من أجل تعليم إنسان لكي يصبح طبيبا في دولة في حاجة إلى أطباء، ثم يتحول بعدئذ إلى منعش عقاري، على اعتبار أن المنعش العقاري يعني له مردود، أو أن عمل القطاع الخاص يعني يدر أرباحا أكبر. وهذه أشياء عشتها، والشيء بالشيء يذكر. لم نتساءل عن جدوى ما سمي بالمغادرة الطوعية التي فرضت علينا فرضا من لدن منظومة البنك الدولي. لم نقم بتقييم لهذه المغادرة الطوعية التي ربما كانت فيها فائدة لبعض الأشخاص، ولكن كانت نزيفا بالنسبة للدولة وبالنسبة للمجتمع، ولم تؤدي النتائج المرجوة منها. هذا جزء من الأفكار التي كانت تأتي من المنظومة الغربية، سواء كانت دول أو كانت منظمات دولية، وتفرض على مجتمعاتها. قلت بأن الغرب في منعرج تاريخي، والأزمة ليست فقط أزمة اقتصادية. ولم أكن لأتطفل على ميدان لست خبيرا فيه لو لم أكن أعي بأن الجانب الاقتصادي إن هو جزء من المشكل، هو فقط الجانب الظاهر، وأن الأزمة أعمق من ذلك بكثير. ومن دون شك أن الانحلال الخلقي الذي يعيشه الغرب والجنوح إلى العنف وإلى عبادة المادة هي تعبير عن هذه الأزمة المستشرية. يحضرني هنا أو شهادة واحد من كبار المفكرين الذين اهتدوا إلى الإسلام في كتاب كتبه قبل أن يعتنق الإسلام، وهو روجي غاودي، كتاب Promesse de l'Islam، وعود الإسلام. ويقول في هذا الكتاب بأنه بفضل الإسلام استطاع الغرب أن ينتعش في فترة من حياته. بفضل الإسلام تم بعث الفلسفة الإغريقية، وبعثت الحضارة البيزنطية في القرن السادس والسابع الميلادي. وليس مستبعدا، والقول دوما لروجي غاودي، أن يبعث هذا الغرب مرة أخرى بفضل الإسلام. ربما هذا قول روجي غاودي، وأعتقد بأن هذا القول هو أكثر يعني أصدق الآن من ذي قبل، بالنظر إلى الأزمة التي يعيشها الغرب، وبالنظر لهذا الحراك الذي
نعيشه. إنما في تصوري يعني لا أعتقد بأننا سنجد حلولا من خلال الرجوع إلى كتب التراث. هناك أشياء غير قابلة للمناقشة وهي الأساس، هي العقيدة، ولكن فيما عدا ذلك أعتقد بأنه هم رجال ونحن رجال كما ورد في الأثر. هناك بناء جديد يتعين علينا أن نبنيه من خلال خصوصياتنا، من خلال وعينا بالرهانات التي تعتبر مجتمعنا والعالم. لا يمكن أن نعتبر وأن نعتقد بأن عمليات التنمية هي فقط يعني استقاء تقنيات ووصفات تطبق على مجتمعاتنا. الفكر هو بالأساس عملية يعني تجاوب مع المجتمع. هي لا يمكن لفكر أن يبرز من دون تفاعل مع الواقع ومع المجتمع. وكل الذين قرأوا كتابي وحتى فيما يخص التعليقات الصحفية ركزت على فصل التكنوقراط، لأنه ربما يرمز إلى كاريكاتير في نهاية المطاف، أو إلى العنصر الذي يفرغ عملية التنمية من محتواها من خلال تبنيه لمقاربات تأتي من الخارج. هل تسيير مفوض جزء من هذه الأزمة؟ بدون شك، بدون شك، بدون شك، لأننا كنا نعيش، ولا أعتقد بأن المصطلح يعني فيه نوع من التجاوز، كنا نعيش بنسب متفاوتة ما أسميه بالاستعمار الجديد، سواء كان ماديا أو معنويا، من خلال فرض توجهات معينة، من خلال فرض كذلك يعني شركات، من خلال يعني فهذا التفويض يعني هو جزء من هذه الأزمة. بالنسبة للأخ الذي يعني سأل حول أو استشهد بعبد الله العروي، مع تقديري لعبد الله العروي، أستاذ عبد الله العروي أستاذ تاريخ وفيلسوف كبير إلى آخره، ولكن شخصيا لا أجد نفسي في منظومة عبد الله العروي. له مساره ولي مساري. قرأت عبد الله العروي وتمثلت كثيرا من قراءاته، وهو لم يخفي توجهه الماركسي، ولم يخفي كذلك مرجعيته القومية العربية، وكان يعتبر بأن أقصر الطرق وفق غرامشي الذي يستشهد به في واحد أعتقد لا كريز دي انتلكتويلز عرب هو الشيوعية. أنا اعتقادي لا يمكن أن أربط نفسي بحصان خاسر، ثم أنا أنطلق بأن الفكر ينبعث من خلال يعني تفاعل مع المجتمع وعدم مجافاة وجدان المجتمع. وفي نهاية المطاف يعني الحكم هو التاريخ، وهو مدى تجاوب الجمهور مع على الأقل الآن. من دون شك أنه طبع الساحة السياسية الفكرية في فترة، ولكن أنا شخصيا لم أعد أجد نفسي في مقارباته. فيما يخص سؤال أعتبره وجيها جدا حول اللغة العربية، أنا كان يحز في ذاتي
حينما كنت أحضر بعض المؤتمرات أن أستمع إلى الإيرانيين يستشهدون بحافظ الشيرازي وبالسعدي، وأستمع كذلك إلى الأتراك يستشهدون بأساطين شعرهم وأدبهم، ثم أرى العرب يلحنون حينما يقرؤون خطبا مكتوبة، بل يخطئون حتى لما يقرؤون القرآن الكريم. ولا أعتبر اللغة شيئا ثانويا بالنسبة إلي، وليست اللغة أداة للتعبير فقط، بل هي وجدان الأمم، وهي التي تختزن عبقريتهم. ولا أعتقد، أو على الأقل هذا شعوري، أن هذا الربيع العربي في تصوري لا أراه بدون انتعاش للغة العربية. ويحضرني هنا تحضرني مقولة لشيمون بيريز في كتاب كتبه عقب ما سمي بمسلسل السلام، وكتب وسئل في برنامج في CNN كنت تتبعته، سئل ما هو أكبر تحدي تواجه إسرائيل الآن، وقد أنا أتكلم عن سياق سنة 1994. سئل ما هو أكبر تحدي تواجهه إسرائيل الآن، وقد أصبحت مقبولة من طرف محيطها. قال: أكبر تحدي نواجهه الآن هو الحفاظ على لغتنا، لغة لها 3000 سنة، لغة الأنبياء، لغة الكتاب المقدس، وينبغي أن نعمل جهدنا على الحفاظ على هذه اللغة.